استكمالا لمباراة الجولة الثالثة عن دور المجموعات، ودع المنتخب التونسي والمنافسة من الدور الأول عقب تعادله أمس أمام منتخب جنوب أفريقيا في المباراة التي احتضنها ملعب أمادو كونكوليبالي بمدينة أوروغو، ليتذيل ترتيب المجموعة الخامسة بنقطتين من تعادلين وهزيمة في 3 لقاءات. عن المجموعة ذاتها، تعادل المنتخب المالي أمام نظيره الناميبي سيلبان في المباراة التي احتضنها ملعب لوغومبوكو بمدينة سان بيدرو، وعلى ضوء هذه النتيجة يتأهل المنتخب المالي في صدارة المجموعة ب5 نقاط، متبوعا بالمنتخب الجنوبي أفريقي ب4 نقاط، مناصفة مع المنتخب الناميبي الذي يتأهل ضمن أصحاب الأفضل المراكز الثلاثة. ولحساب المجموعة السادسة، تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور الثمن النهائي عقب تعادله سلبا أمام نظيره التنزاني في المباراة التي احتضنها ملعب أمادو كونكوليبالي بمدينة أوروغو، ليحتل بذلك المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في 3 مباريات. أرقام